مساء الخير عليكم. لو عندك حاجة مجمدة وعايزة تفكيها بسرعة، تعالي أقولك الطريقة الصح اللي تفكي بيها المجمدات وازاي نستفيد من فك التجميد في الميكرويف من غير ما نضر نفسنا. أول حاجة بلاش تدخلي اللحوم المجمدة بالأطباق اللي هي جاية بيها، أطباق الفلين والاسترتش راب، لأنها بتتفاعل مع الأكل وبتكون مواد سامة. الأفضل تحطيها في طبق بايركس أو أركوبال. تاني حاجة لازم تكوني عارفة وزن الحاجة اللي انت هتفكيها عشان تختاري الوقت المناسب للكمية دي، لأن لو زودتي الوقت عليها ممكن أجزاء منها تبدأ تستوي وده بينشط البكتيريا فيها. أي نوع مايكرويف عندك هتلاقي فيه زرار فك التجميد مكتوب عليه ديفروست. هنا عندي 4 اختيارات لفك التجميد. رقم 1 اللحمة، 2 الدجاج، 3 السمك، 4 الخبز. أنا هختار رقم 1 عشان أنا هفك لحمة، وعلامة زائد وناقص دول عشان أختار الوزن. الطبق عندي وزنه نص كيلو، أنا بحب أختار أقل من الوزن شوية، يعني أنا هختار 400 بس مش 500. ليه بختار أقل من وزن الطبق؟ عشان ما يوصلش لمرحلة السوا. أنا عايزة أخرج الطبق اتفك تجميده بس لسه محتفظ بالبرودة بتاعته، وده عشان أضمن إن مفيش أجزاء منها تبدأ تدخل في السوا وتتكسر فيها البكتيريا. هنا بوريكي علامة الديفروست، علامة فك التجميد اللي هي شبه النجمة دي، لازم تكوني متأكدة إنها موجودة. شوفي اللحمة طلعت ازاي، كأنها طازة لسه جاية من عند الجزار، مفيش أجزاء فيها استوت ولسه محتفظة بالبرودة بتاعتها. لو أول مرة تشوفيني متنسيش اللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو.